بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسعادة تملأ القلب والقلب يسبق البدن، أعبر لكم سادتي الأفاضل عن سعادتي الغامرة وأنا معكم بين هذه الأوجه الكريمة في هذا المسجد التاريخي المبارك، عن سعادتي وعن شكر لله عز وجل، فالشكر يديم النعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. نعم الله علينا كثيرة لا نحصيها عددا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. في هذه المدينة التاريخية المدنية العزيزة، هذه المدنية التي سجلت حضورها المشرف عبر تاريخ الجزائر المشرق. هذه المدينة كانت حاضرة في تاريخ الجزائر المضي، كانت حاضرة بصلحائها، كانت حاضرة بمجاهديها، كانت حاضرة بشهدائها، كانت حاضرة بعلمائها، كانت حاضرة بأوفيائها. والوفاء صفة عزيزة، لذلك وصف الله عز وجل بهذه الصفة الرجال، كما في سورة الأحزاب في الآية رقم 23 ربنا يقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن صفة الوفاء صفة عزيزة نتلمسها في السابق واللاحق، نتلمسها ونحن نقرأ تراجم السابقين في هذه المدنية وفي بلاد الجزائر، لأن تاريخ هذا المسجد تاريخ حافل. صاحبه الحاج سعيد دياب رحمه الله، وهو الذي وفقه الله عز وجل لبنائه لإقامته، وهو جزء من داره، جزء من بيته. وسأعود إلى بيان هذه المسألة بعد حين. من باب التذكير، وقد قال ربنا عز وجل في سورة البقرة في الآية 237: ولا تنسوا الفضل بينكم. نظل كذلك لا ننسى فضل الصالحين، لا ننسى فضل السابقين، والفضل للسابق مهما أحسن اللاحق. لذلك علمنا ربنا عز وجل هذه القيمة وهذا الخلق الرفيع في آيات كثيرة، وهو يحدثنا في سورة الحشر في الآية 8 حدثنا عن المهاجرين الذين جاهدوا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم ونصروه، وقفوا معه في نشر دعوته. وصفهم الله عز وجل بقوله في نهاية الآية 8: أولئك هم الصادقون. ثم حدثنا الله عز وجل تخليدا لمآثرهم وآثارهم، حدثنا عن الأنصار الذين آووه مع الصحب الكرام ونصروه
في الآية 9 مما وصفهم الله عز وجل به قال يحبون من هاجر إليهم، وقال أيضا في حقهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم يعلمنا في الآية 10 أن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالسابقون الأولون أقاموا الحجة وبرأوا الذمة وبلغوا الرسالة وكانوا أوفياء وترجموا وفاءهم إلى عمل، لأن الوفاء صفة عزيزة ولكن تحتاج إلى من يتمثلها عمليا تطبيقيا كما فعل السابقون، ونسأل الله أن نكون جميعا من اللاحقين. إذن وأنا أحدثكم في هذا المسجد المبارك التاريخي الذي شرع في أداء رسالته في عام 1953. الحاج سعيد رحمه الله ترجم حبه للدين عمليا. أقول ترجم لأن علماءنا كانوا يترجمون للصلحاء، كانوا يترجمون للعلماء، كانوا يترجمون للعاملين. نقرأ عن الطبقات الكبرى لابن سعد، ونقرأ عن السير، سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي. هؤلاء كانوا يترجمون ويعرفون بالرجال، لأن كما يقول في الجزائر معرفة الرجال كنوز، وهذه الرجولة التي لها مقام رفيع في وطننا الكبير لها مقام رفيع أيضا في وحي الله الطاهر. ومن أمثلة ذلك الآية التي أشرنا إليها، الآية 23 من سورة الأحزاب: من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الحاج سعيد خصص جزءا من بيته من منزله لبناء هذا المسجد. وصدقوني وأنا أسمع فضيلة الشيخ عبد الكريم وهو يقرأ في الركعة الأولى أواخر سورة الزمر بدءا من الآية 75 وما بعدها، تذكرت غار حراء حيث انطلق نور الإسلام، وهذا يشبه، ولكن تاريخه وسع من مساحته، فتمددت مساحته فيزيائيا وتمددت عبر الزمان، بل تمددت مساحته على مستوى القلوب. إذن هذه الشساعة وهذه السعة تعود إلى أصله، إلى تلك النية التي أثمرت هذا المسجد المبارك. والحاج سعيد رحمه الله من باب الوفاء نذكره، وقد توفي بتاريخ 4 جانفي 1993 ظهرا، وهو يقرأ ويتمتم ويتابع مع ابنه الشيخ عبد الكريم قراءة سورة ياسين من كتاب الله العزيز. وهذا المسجد المبارك أفضاله لا نحصيها، ومن أفضاله أنه كان انطلاق مشروع إحياء علوم الشريعة من هذا المسجد المبارك. وصدقوني كان هذا المشروع هما وكان فكرة، ولكن يسر الله عز وجل الانطلاق في هذا المشروع من هذا المسجد المبارك سنة
2016، وبالضبط يوم الجمعة 30 من شهر سبتمبر 2016 بين المغرب والعشاء كان يوم الجمعة، يوم 30 الجمعة 30 سبتمبر 2016 بين المغرب والعشاء. وهذا المشروع والحمد لله لا يزال قائما، يجتهد في نشر علوم الشريعة من خلال دراسة المطولات، من خلال الرجوع إلى سدنة العلم الشرعي، من خلال العودة إلى عيون علوم الشريعة ومن الكتب التي شرحت ودرست كتاب الإمام القرافي اللي هو الذخيرة، وإعلام الموقعين لابن القيم الجوزية، والإتقان في علم القرآن للإمام السيوطي جلال الدين السيوطي، وإحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، وكتاب الشاطبي الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي، وغيرها من الكتب. وعنوان محاضرة اليوم: البناء الحضاري هم وهمة. هذا هو العنوان. أعالج هذا الموضوع من خلال مقدمة ونقطتين وخاتمة. المقدمة تبين أهمية البناء الحضاري في حياة الأمم. لا يمكن للأمة أن تحقق وجودها، ولا يمكن لأمة الإسلام على وجه الخصوص أن تحقق شهودها وأن تبرئ ذمتها إلا بتحقيق هذه الحضارة، وهي هم كبير، لأن الناظر والراصد للحضارة المهيمنة اليوم يلاحظ على وجه القطع واليقين أنها حضارة يسرت حياة الناس يقينا، أحدثت ألوانا من الثورات: ثورة طبية، ثورة بيولوجية، ثورة إعلامية، ثورة فلكية، ثورة تكنولوجية، قصرت المسافات، اختزلت المسافات، وفرت الطاقات، قربت بين الناس بيقين. لا يمكن أن ننكر ما أنتجته حضارة اليوم، ولكن في المقابل هي حضارة زرعت الشقاء، هي حضارة أحدثت شرخا كبيرا في منظومة حقوق الإنسان المكرم. لم يعد الإنسان الضعيف الفقير الهزيل متمتعا بحقوقه، بل هذه الحضارة تميل إلى الكبار، تميل إلى الأغنياء، تميل إلى الأقوياء. ومما يؤسفنا جدا أن هؤلاء الأقوياء يزدادون قوة يوما بعد يوم، ويحكمون القبض على مصائر الفقراء، على مستقبل الضعفاء. لذلك نلاحظ شرخا كبيرا في منظومة الإنسان وفي منظومة حرياته وحقوقه. وربما عبر عن ذلك أحد الشعراء بقوله: قتل شخص واحد جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. فالكيل بالمكاييل هذه من نتاج الحضارة المهيمنة المعاصرة، حضارة تزرع الشقاء، حضارة تزرع الفتن، حضارة تزرع الحروب،
هذا أمر محزن للغاية، وهذا الذي يجعل أمتنا تنتبه إلى ضرورة استحضار هذا الهم الحضاري، ثم يتحول الهم إلى همة، لأن الأمة مطالبة في آي القرآن في مثل قوله تعالى في سورة الأنبياء الآية 92: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون في سورة المؤمنون الآية 52. وكذلك نجد المعنى نفسه في سورة البقرة الآية 143 في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن فأمة الإسلام مطالبة بالمقاييس النقلية وبالمعايير العقلية أن تثبت وجودها وأن تعمل من أجل تحقيق مركز الصدارة لتقود العالم من جديد، لأن هذا الزمان لا يقبل الضعفاء، لا يقبل المهزومين، بل لا يقبل الممزقين. فالأمة مطالبة أن تعتصم أيضا بحبل الله المتين، بالعروة الوثقى التي تحقق تماسكها ووحدتها من أجل تحقيق المراد، من أجل تحقيق المقاصد والغايات. ثم أن هذه الحضارة دائما في المقدمة، هذه الحضارة التي نطالب ببنائها لا بد أن تتضافر جهودنا. لا يمكن أن يتحقق البناء الحضاري إلا في ظل الوحدة وفي ظل تكامل الجهود وتضافرها كما فعل الأولون. النقطة الأولى: عناصر الحضارة. عناصر الحضارة بالاستقراء تنحصر في 3 عناصر. أول هذه العناصر هو الإنسان، وثاني هذه العناصر هو الكون بجميع مشتملاته، وثالث هذه العناصر هو الزمن، هو الوقت كما عبر عنه الأستاذ مالك بن نبي الجزائري في العديد من كتبه التي خلفها ميراثا علميا حضاريا معنويا يستحق الدرس والنظر. العنصر الأول هو الإنسان. إذا رجعنا إلى الوحيين، إلى الكتاب والسنة، نلاحظ أيضا على وجه القطع واليقين بأن الوحي في الكتاب والسنة يهتم ببناء الإنسان، الإنسان المتوازن الذي يعرف الله عز وجل ويدرك بأن مدبر الأمور وخالق الكائنات هو الله عز وجل، لأن الإيمان هو صمام أمان. هذا الإنسان الذي سيبني حضارة إذا كان قلبه موصولا بالله سيعمر ولا يدمر، ينفع ولا يضر، يزرع الأمل ولا يزرع اليأس، يزرع السلام ولا يزرع الفتن. لذلك أمرنا ربنا عز وجل كما في سورة البقرة في الآيتين، الآية 255 وفي الآية 256 بقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. والآية التي تليها 256: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. النتيجة واضحة: فقد استمسك بالعروة الوثقى
لا انفصام لها. لابد أن ندرك أهمية الإيمان في البناء الحضاري، ولا يمكن أن يتحقق التوازن الإنساني إلا ببنائه في هذا المجال الحيوي وهو أمر الإيمان. ولا يمكن أن يكتمل البنيان ويتحقق التوازن إلا بتحقيق الركيزة الثانية في الإنسان، الجانب التعبدي، وهو سر الوجود. قال ربنا عز وجل كما في سورة الأنبياء الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وربنا أيضا قال في سورة الذاريات في الآية 56: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتحقيق مقام العبودية شرف ما بعده شرف. وليكتمل التوازن لا بد من الاهتمام بالجانب التربوي، بالجانب الأخلاقي الذي عبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث تترى، منها ما ورد في الأدب المفرد، هذا الكتاب القيم، هذا السفر الجليل للإمام البخاري، له كتاب اسمه الأدب المفرد. ومما ورد في هذا السفر الجليل الحديث رقم 270، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. وفي الحديث الذي يليه 271: خياركم أحاسنكم أخلاقا. وفي الحديث الذي يليه الحديث رقم 272 يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وفي الحديث الذي يليه سلسلة من الأحاديث، الحديث رقم 273 قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة الحصر والقصر: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. هذه هي الرواية للبخاري في الأدب المفرد. وهناك رواية أخرى معروفة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد وصف في آي القرآن بالخلق العظيم: وإنك لعلى خلق عظيم. لما؟ لينبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمية الأخلاق في بناء الإنسان، بل في إقامة الحضارات. فإذا تجردت الحضارة من المنظومة القيمية الأخلاقية صارت حضارة مدمرة، تدمر ولا تعمر، تزرع اليأس ولا تزرع الأمل. ثم يأتي العنصر الرابع للبناء التوازن المتوازن للإنسان، وهو الجانب التشريعي، الجانب الذي يضبط حركة الإنسان في جميع ميادين الحياة، كما في سورة الجاثية في الآية رقم 18: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذا هو العنصر الأساس في البناء الحضاري. والعنصر الثاني هو الكون بجميع مكوناته، بجميع مشتملاته. والله عز وجل قد سخر لنا الكون، سخر لنا الأنهار والبحار والأرض والسماء، كل شيء مسخر لنا. والموجودات هي الجمادات والنباتات والحيوانات، ثم يأتي بنو البشر. وقد سخر الله عز وجل جميع الموجودات للإنسان المكرم، كما في سورة الإسراء في الآية رقم 70: ولقد كرمنا بني آدم. هذا الإنسان المكرم
سخر الله عز وجل له كل شيء في هذا الوجود. ولكن لابد أن ننتبه إلى أمر مهم جدا، ما هو؟ أن هذا الكون يحتاج منا معاشر البشر، معاشر المؤمنين، أن نتعرف على سنن الله المبثوثة في هذا الكون الفسيح، وأن نتعرف على تلك القوانين والنواميس الحاكمة في لهذا الكون بأمر الله عز وجل، ثم نحسن التفاعل معها، ثم نحسن التعامل معها. لذلك قال الله عز وجل في سورة العمران في الآية 137 وما بعدها: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض وسخر الله عز وجل لنا الشمس والقمر والليل والنهار. قال في سورة إبراهيم في الآية 33: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. تعاقب الليل والنهار هذا من تسخير الله عز وجل. هذه بعض نعم الله عز وجل التي لا نحصيها عددا. إذن هذا الكون بجميع موجوداته، بجميع مكوناته، بجميع سننه وقوانينه ونواميسه التي تضبط هذه القوانين، تضبط هذا الكون، لابد على هذا الإنسان أن يحسن استثمار تلك السنن وتلك النواميس من أجل التمكن لبناء حضارة تسعد الإنسان ولا تشقيه. ثم يأتي العنصر الثالث وهو الزمن، وقد فصل فيه الأستاذ مالك بن نبي في كتبه رحمه الله برحمته الواسعة كثيرا. والوقت هو الحياة، لا يمكن تقديم أو تحقيق تلك الإنجازات الحضارية إلا بحيز زمني، وأعمارنا قصيرة ولو طالت، أعمارنا قصيرة ولو طالت. لذلك لابد أن يتحقق التكامل بين بني البشر ليتحقق ذلك التراكم في عملية البناء الحضاري، وإلا لا يمكن أن نبني حضارة. لذلك الإنسان الذكي هو الذي يحسن استثمار منتوجات ومنتجات وآثار الحضارات السابقة، لأن الله هو الذي يأمرنا أن ننتشر في هذه الأرض. قل سيروا في الأرض فانظروا. وكلمة النظر والتدبر والتأمل وردت في القرآن أكثر من 1000 مرة. لذلك صدق المصطفى صادق الرافعي رحمه الله في كتابه المشهور التفكير فريضة إسلامية، أشار في الصفحة 4 وما بعدها إلى أن القرآن ما ذكر العلم إلا في مقام التعظيم، ثم ذكرنا بكثير من الآيات التي تدعو إلى التدبر والتأمل والتفكر، في مثل قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لذلك تجتمع هذه العناصر: الإنسان والكون بموجوداته والزمن، وبذلك يأتي الإنسان فإذا استثمر هذه المقومات وهذه العناصر سيكون مؤهلا لتحقيق البناء الحضاري المنشود. النقطة الثانية: ما هي مقومات هذا البناء الحضاري؟ هناك مقومات كثيرة. من هذه المقومات المقوم الأول هو حسن استثمار
مآثر وآثار الحضارات السابقة. والبناء الحضاري عمل تراكمي. نقرأ عن الحضارة الإغريقية اليونانية فنأخذ منها الكثير، ونقرأ عن الحضارة الفينيقية فنستفيد منها الكثير. وبالمناسبة كل حضارة تتميز بخصائص تنفرد بها. كل حضارة نطلع عليها ونستقرئ آثارها نستشف هذه النتيجة وهذه السمة، أن كل حضارة تحمل خصائص تميزها عن غيرها. نقرأ عن الحضارة اليونانية وما أثمرت به في مجال التفكير وإعمال الفكر وفي مجال الفلسفة. ونقرأ عن الحضارة الأكادية وحضارات ما بين النهرين في العراق الجريح. ونقرأ عن الحضارة الرومانية، ونقرأ ما يعني عن الحضارات المختلفة. فكل حضارة نستفيد منها أمورا نحسن استثمارها في البناء الحضاري المنشود. هذا مقوم أساس، لأن الله يعلمنا ألا ننسى فضل السابقين. والحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق الناس بها. المقوم الثاني هو حسن استثمار تلك السنن المبثوثة في هذا الكون الفسيح، لأن سنن الله لا تعرف المحاباة ولا تعرف المجاملات، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وكلما ذكرت السنن إلا وتأتي تلك الإشارات التي تنبهنا إلى ضرورة حسن التعامل مع هذه السنن بعد اكتشافها والتعرف عليها. ويأتي المقوم الثالث وهو مهم جدا، وهو تحقيق مبدأ التعاون بين البشر. وإذا تحدثنا عن أمتنا التي هي مطالبة بأن تحقق هذا البناء الحضاري، لأن الله قد شرفها أن تكون شاهدة على الناس. فأمة الإسلام هي التي تشهد على جميع الأقوام السابقين، وتشهد على الأمم السابقة، بل وتشهد على جميع النبيين والمرسلين وعلى أقوامهم. هل آمنوا أم كفروا؟ هل أطاعوا أم عصوا؟ والدليل كما في سورة البقرة والآية استمعتم إلى الآية 143: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وهذه العبارة وهذه الآية تحمل معنيين كبيرين: معنى التشريف، أن شرف الله عز وجل هذه الأمة بشرف الشهادة على الناس، ومعنى التكليف، لتعمل على هذه الأمة لتحقق شهودها الحضاري لتكون حاضرة لا غائبة. والذي ينظر إلى حال أمتنا سيحزن، وهو ما عبر عنه أحد الشعراء بقوله: كلما نظرت إلى حاضرنا عقني اليأس عن المستقبل، قد مشى الغرب على هام السهى ومشينا في الحضيض الأسفل. أمتنا تعاني ألوانا من القروح كما عبر عنها القرآن، تعاني ألوانا من الضربات. والله عز وجل قد سبق في علمه أن هذه الأمة تحتاج إلى علاج حينما تضعف، حينما تتخلف عن الشهود. وقد قال ربنا عز وجل في سورة آل عمران بدءا من الآية 139 وما بعدها: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. قروحنا في المجال السياسي لا تعد ولا تحصى،
في المجال الاقتصادي كثيرة، هي في المجال الاجتماعي، في جميع المجالات نعاني من ألوان من القروح. ولكن هذه القروح وهذه الأزمات لا تدمرنا، لا تقضي على أصول إقلاعنا الحضاري من جديد، لأن هذه الأمة شرفها الله عز وجل أن تكون مع القرآن. ألا دوروا مع القرآن حيث دار. قال الفاروق عمر: كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذللنا الله، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ثم نأتي إلى مقوم آخر مهم جدا، وهو تحقيق الوسطية بين جميع المتقابلات والمتضادات، لأن الوسطية هي صمام أمان. الوسطية صمام أمان. استمعنا إلى سورة البقرة الآية 43: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الأمة الوسط للدين الوسط، لتحقق التوازن بين جميع المتقابلات، بين النقل والعقل. وأحسن من عبر عن هذه المعادلة صاحب الإحياء أبو حامد الغزالي، في ذلك التوافق وذلك التناسب والتلاحم القائم بين النقل والعقل، وشبه ذلك بالشعاع والبصر. لا يمكن أن نرى الموجودات إلا بالجمع بين النظر أي البصر والشعاع أو الضوء، فكذلك الحقائق الكبرى لا يمكن أن تتحقق إلا بالتوازن والجمع بين النقل وهو الوحي والعقل. وكذلك لابد أن نجمع بين المادة والروح، فالإنسان جسد وروح. ولكن إذا جمعنا بينهما وحصل ذلك حصل التلاحم بين المادة والروح، يتحقق التوازن بينهما، وهذا شرط أساس. لذلك نجد القرآن يغذي الروح وفي الوقت نفسه يغذي الجسد. ربنا عز وجل سبق في علمه قبل أن يستقبل الكائنات في هذا الكون الفسيح، هيأ للكائنات أسباب الحياة، كما في سورة الأنبياء إشارة إلى الانفجار الكبير الذي حصل في هذا الكون، وقد تحدث عنه علماء الفيزياء وتحدث عنه أيضا الفلاسفة، وهو يكمن في الآية رقم 30 من سورة الأنبياء في قوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. الرتق هو الضم، كانتا رتقا ففتقناهما. الفتق هو الانفصال، الفصل، ففتقناهما. ثم أشار الله عز وجل إلى مقوم من مقومات الحياة وهو الماء: وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذن هيأ الله عز وجل أسباب الحياة للكائنات من خلال انفصال الأرض عن الكتلة الشمسية الملتهبة، فصارت هذه الأرض تتمتع بالهواء وهو من مقومات الحياة: الهواء والماء والغذاء والكساء والإيواء والدواء. هذه المقومات نجدها مبثوثة في هذه الأرض، ولا يمكن أن نتعرف عليها وأن نكتشفها إلا بمقوم أخير، وبه أختم، وهو العلم. لا يمكن أن نبني حضارة في هذا الوجود إلا بالعلم. لذلك قدر الله عز وجل أن تكون الآيات الأولى التي أنزلت في غار حراء على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم
آيات آمرة بالقراءة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم جاءت آيات أخرى تترى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقل رب زدني علما، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على فرضية طلب العلم. وقد عبر عن ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ويأتي هذا القرآن الذي يأخذ بقلوبنا وبألبابنا وبعقولنا من أجل النظر في الكتابين، في كتاب الله المقروء وهو القرآن الكريم، والنظر في كتاب الله المفتوح، في كتاب الله المنشور، وهو هذا الكون بجميع موجوداته. والآيات كثيرة لا نحصيها. من هذه الآيات ما ورد في سورة ياسين في الآية 36: سبحان الذي خلق الأزواج كلها. وانبثاث الزوجية في الكون هذا سر من أسرار الله عز وجل في هذا الكون. فإذا تعرفنا عليه وأحسننا استثماره بإذن الله فقد حققنا شرطا مهما في تحقيق ذلك البناء الحضاري، بذلك الهم الذي يحرك الطاقات، بذلك الهم الذي يصنع الهمم. أقول: ربنا قال في سورة ياسين في الآية 36: سبحان الذي خلق الأزواج كلها. هذه الصيغة تفيد الاستغراق بلا استثناء، جميع هذه الأزواج، ما علمنا وما جهلنا. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وهذه الآية تساوي تماما الآية 49 من سورة الذاريات: ومن كل شيء خلقنا زوجين. وهذه الصيغة أيضا تفيد الاستغراق والشمول. ونعود إلى سورة فصلت، خاصة الآية 53 حيث يقول ربنا عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وجاءت آية أخرى أذكر بعضا منها في سورة الذاريات بدءا من الآية 7: والسماء ذات الحبك. وفي الآية رقم 20: وفي الأرض آيات، وفي الأرض آيات للموقنين. انظروا إلى هذه الإشارة اللطيفة التي تزرع الحب في قلوبنا نحو هذه الأرض. هذه الأرض إذا أحسن استثمارها، إذا أحسن استثمار الخيرات التي فوق الأرض وتحت الأرض، فهذه الأرض نعمة من نعم الله عز وجل علينا. باش ناكلوا لازم نزرعوها، وكنزرعوها والأرض وفية، نزرعوها تعطينا القمح والشعير، نغرسوها وتعطينا الزيتون والنخلة وتعطينا كل شيء، أليس كذلك؟ زيد. هذه الأرض نقيم فوقها مساجد، ونقيم عليها مصانع، ونقيم عليها بيوتا نسكنها تسترنا، نبني عليها حضارات. ولكن هذه الأرض تشكو إلى الله ظلم العباد، تشكو إلى الله ظلم البشر. هناك بشر يسيلون دماء البشر فوق هذه الأرض، بدل أن يزرعوها بذورا وأشجارا ومصانع. للأسف صارت هذه الأرض تحمل أشلاء البشر. هذه الحروب والفتن التي تحصل هنا وهناك بتدبير من الأقوياء الأذكياء وبتطبيق من وتكفي الإشارة. هذا هم كبير. ربنا قال لنا معاشر البشر في الآية 13 من سورة الحجرات: وجعلناكم شعوبا وقبائل. ما قالش باش تديروا الحروب والفتن، باش تسيلون الدماء
قال لتعارفوا، وهذا هو الحد الأدنى الرابط بين البشر، لتعارفوا. ثم وضع لنا معيارا عادلا لا يعرف المحاباة ولا المجاملات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الأرض حينما نموت تستقبلنا وتقول لنا مرحبا بكم أهلكم. طبعا واحد كيموت ما يقولوش نخليوه عندنا، يدفنوه، والأرض ما تقولكش ما نقبلكش، تقبل الجميع، تقولك مرحبا بك. كي كنت فوق الأرض تطلب F3 F4، درك نعطيلك F1 برك. وكلنا إلى ذلك المقام، إلى ذلك القرار. لذلك جاء الشاعر يعبر عن حبنا للأرض، باش نحبوها، وفيها معاني أيضا لطيفة. واش يقول أحببتك يا أرض من يوم علمت أنك أمي، من يومها أشكو إليك همومي. أحببتك فتعلمت منك الكثير، علمتني يا أرض فن الممات، ومن بعد الموت كيف الحياة. علمتني يا أرض كيف أحب أحزاني، وأبعد من قلبي العدوان. علمتني كيف أدفن أشجاني، علمتني شروط الإنسان. يعلمني فارس الميدان رفع الورود، يعلمني انفجار البركان فك القيود. هكذا عرفتك وفية ترعين كل العهود، وفي وجهك قرأت أسمى معاني الخلود، وأسمع صرخاتك تدوي دوي الرعود. تنادين الناس للصلاة لجلال السجود، دمت للناس خير أم رعاك رب الوجود. الخاتمة: لا يمكن لنا أن نبني حضارة إلا بهم وهمة. الهم، الشعور بالهم هو الذي يحرك الطاقات. الشعور بالهم هو الذي يفجر الطاقات الكامنة في الإنسان، لأن الذي خلقه هو الله وكرمه وأعطاه المواهب التي لا يحصيها عددا. هو الذي قال لنا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا بد من هم. الشعور بالهم شرط أساس في البناء الحضاري، ثم أن الهم هو الذي يثمر الهمة، هو الذي ينتج الهمة. رحم الله ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر في عدة صفحات، الصفحة 17 220 243. الصفحة 17 يحدثنا عن علو الهمة. صاحب الهمة هو الذي يحمل هما محركا للإنتاج، للعمل، للإبداع، للانطلاق، لاستثمار ما منحه الله من مواهب وقدرات وطاقات وكفاءات، واستثمار ما في هذا الكون من موجودات ومن نعم. إذن في الصفحة 17 حدثنا بطريقة بديعة بليغة عن علو الهمة، وتأتي الصفحة 220 ليحدثنا عن علو الهمم، لأن الهمم إذا كثرت انتشرت. ثم حدثنا في الصفحة 243 عن ترشيد الهمم تحت عنوان نحو ترشيد الهمم. ولكن لا يمكن لذلك كله أن يتحقق إلا باستثمار وبالنظر
وبالنظر في أصحاب الهمم، بالنظر في السابقين. ربنا قال في سورة الحشر في الآية 10: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. بدأت حديثي عن الوفاء وأختم حديثي عن الوفاء، ونحن في هذا المسجد المبارك. قلت لكم سادتي صاحبه رحمه الله الحاج السعيد يذكرنا بما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو الصاحب كما وصفه القرآن، خليفة الأول، قال: أينقص من دين الله وأنا حي؟ فالرجولة مقام، الرجولة حضور، الرجولة عطاء، الرجولة شهادة، الرجولة تضحية. وهذا الذي يجعلنا أيضا نتذكر سلفنا الذين خدموا العلم وورثوه. نقرأ على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر للإمام أبي العباس أحمد الغبريني صاحب كتاب عنوانه الدراية. بالمناسبة ترجم في هذا السفر الجميل، ترجم ل108 من علمائنا. بالمناسبة هذا الرجل أبو العباس أحمد الغبريني عاش 70 سنة، توفي سنة 714 للهجرة. وكل عالم من العلماء يعني نقرأ ترجمته سوف نستشف تلك الهمة التي كان يحملها. نقرأ عن شخص آخر له وزنه، ناصر الدين المشدالي، عاش 100 سنة بالمناسبة، عاش قرن من الزمان، توفي سنة 731، وهو ممن درس مع الإمام القطب المالكي الإمام القرافي صاحب الفروق وصاحب الذخيرة. ونقرأ عن الشيخ الشيخ مسعود المنقلاتي، الشيخ عيسى بن مسعود المنقلاتي، الذي وفقه الله عز وجل لحفظ المختصر الفقهي للشيخ خليل في زمن قياسي، في 3 شهور ونصف فقط. علاش نقول هذا الكلام فقط؟ باش نقول أن سلسلة العلماء لم تنقطع لا في الأمة، والأمة زاخرة بعلمائه الكبار حدثنا عنهم أصحاب السير. وقد أشرنا إلى كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد، وإلى سير أعلام النبلاء للإمام القطب الحافظ الإمام الذهبي. ونحن في بلادنا أيضا نملك الكثير من هؤلاء العلماء الأعلام الذين نشروا علوم الشريعة، الذين خدموا الدين والوطن. ذكرنا بعضا منهم والسلسلة لم تنقطع. نذكر الشيخ محماني، نذكر الشيخ شارف، نذكر الشيخ عبد اللطيف سلطاني، نذكر الشيخ أحمد سحنون، نذكر الشيخ علي شنتير. إن شاء الله كما راكم كامل نسأل الله أن يحفظكم وأن يرفع أقداركم، وأدعو لكم بالدعاء الشهير عن شيخنا: آنسكم الله بقربه، آنسنا الله بقربه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.